محل الآيس كريم هذا جدا بريء، ولكنه مجرد واجهة لشيء جدا شيطاني وله علاقة بعالمنا الحقيقي. فيلم سبونج بوب الأول يحتوي على معاني مظلمة أكثر من ما تتوقع، وصدقوني هذه بتكون واحدة من أقوى النظريات اللي راح تنزل بالقناة. اليوم راح نتكلم عن نظرية طائفة الفضاء الشيطانية التابعة لجوفي جوبرز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة؟ معاكم فريد شهراني من قناة فريد اكس اكس. هذا هو السيت اب الجديد حقي، اللي ما شافه يشوف آخر مقطع نزلته، لأني أنا نقلت للرياض ونقلت شقة جديدة ونزلت فلوج عن الشقة. هذا هو الفلوج اللي ما شافوه، أتمنى أنكم تشوفونه. صورت كل شيء أنا سويته بالشقة، وعشان كذا قطعت عليكم شوي، لكن الحين خلاص رجعنا للنظريات. خلونا نبدأ، ما بكثر عليكم كلام، بس قبل ما نبدأ المقطع سوي لايك، وإذا أنت مو مشترك اشترك. التعليقات خلوها بعد ما تشوفون المقطع. خلونا نبدأ. جوفي جوبر هو محل آيس كريم من الطراز القديم اللي شفنا أول ظهور له في فيلم سبونج بوب الأول، ونقدر نعرفه بأنه مكان ممتع وبريء للأطفال. الفولة السودانية. بس ليش النظرية تقول أنه طائفة مخلوقات فضائية شيطانية؟ وإيش سالفة الطائفة هذه أصلاً؟ I'm the thing. Oh, I'm a goofy goober, yeah. You're a goofy goober, yeah. باختصار هي طائفة دينية مكونة من مجموعة ناس يؤمنون أن بيوم من الأيام راح تيجي المخلوقات الفضائية وتاخذهم من كوكب الأرض وتطلعهم أو توديهم لمكان أفضل، وعشان يخلون المخلوقات هذه تيجي تاخذهم لازم يسوون طقوس غريبة وينتحرون أو أنهم يضحون بناس عشوائيين. يمكن تحسبوني قاعد أخرف أو قاعد ألف عليكم كلام، لكن في طائفة حقيقية اسمها هيفنز جيت كانت موجودة في نهاية التسعينات، وبنفس المعتقدات هذه بالضبط. معتقداتهم جدا مرعبة لدرجة أنه في سنة 1997 مجموعة كبيرة منهم ارتكبوا الانتحار الجماعي في كاليفورنيا، وتركوا تسجيلات صوتية بأفكارهم المجنونة بأن أرواحهم راح تنتقل تعيش مع الفضائيين. The youngest member of the group, age 25. The oldest at 71, a mother of 3. لكن إيش علاقة كل هذا بجوفي جوبرز؟ نحن فول سوداني. في آخر حلقات مواسم سبونج بوب صاروا يذكرون محل جوفي جوبر، وفي حلقة كاملة اسمها بالعربي الموظف الجديد. الموظف الجديد. واللي نشوف فيها بسيط يصير موظف هناك. ستغسل الأطباق اليوم، ما رأيك في ذلك؟ في بداية الحلقة نشوف بسيط قاعد يتفرج على عرض تعريفي للموظفين الجدد. جوفي جوبر وأنت. وبعدها استوعبت انه في شيء غريب في الفيديو اللي هو قاعد يشوفه. تبدأ قصة مثلجاتنا مع المؤسس ريجنالد جوبر، والذي لسبب غير معروف كان لقبه جوفي. وفي 1800 اتجه إلى الغرب في عربة مثلجات. في أيام ما قبل المخاريط والتبريد قدم مثلجاته على الصخور والعصي. من تلك البدايات المتواضعة نما جوفي جوبر عمله إلى عدة مليارات من الدولارات. الفيديو جدا بسيط، بس يذكر الموظفين انهم يغسلون يدهم وانهم يخلون المساحة اللي حولهم او المحل نظيف. نطلب منك 1 النظافة الجيدة، 2 الحفاظ على عادات العمل، لكن في شيء زيادة يبغونك تسويه. 3 تؤمن بالكائنات الفضائية. مؤسسة آيس كريم تبغاك تؤمن بالمخلوقات الفضائية، وكأنهم يذكرونكم بطائفة معينة، صح؟ ولما نشوف كل اللقطات أو الحلقات اللي يطلع فيها هذا المحل راح تشوف دلائل أقوى. الفولة السودانية. لازم أعلمكم أن أهم أهداف أي طائفة بالعالم هي أنهم ينزعون منك هويتك الفردية ويغيرون هويتك وتفكيرك كامل، أنه يكون كله يتمحور حول الطائفة هذه. وهذا اللي قاعد يسويه جوفي جوبر بالضبط. الكل لابس ملابس على ثيم المحل نفس الطوائف، حتى العملاء لابسين ملابس بنفس الطريقة، والأغنية الرئيسية حقتهم اللي دائما تنعاد للتأكيد وجملها البسيطة. Oh, I'm a goofy goober, yeah. You're a goofy goober, yeah. We're all goofy goobers. I'm a goofy goober, you're a goofy goober, we're all goofy goobers. باختصار الأغنية تقول إن حياتك وهويتك كاملة تتمحور حول جوفي جوبرز. أريد أن أحصل على عمل في جوفي جوبر. في واحدة من لقطات الفيلم نشوف سبونج بوب وبسيط يحاولون إنهم ما يغنون مع الأغنية بالقوة، ماسكين نفسهم. سبونج بوب، أغنية الفولة السودانية. سمعتها. لدرجة إن الشيء هذا يسبب لهم ألم جدا شديد. نحن فول سوداني.
وكأن أدمغتهم مغسولة. ومو بس هم الاثنين، في سمكتين غيرهم نفس الشيء، لدرجة انهم عارفين انهم راح ينضربون اذا غنوها، ومع ذلك ما يقدرون يمسكون نفسهم ويغنونها بصوت عالي. فول سوداني. يبدو أن لدينا ثنائيا طفوليا. وزي ما كل طائفة عندها إله أو كيان معين تعبده، هم عندهم شخصية الفول السوداني الراقص اللي موجود في كل زاوية في المطعم. لدينا صارف للعينات عند الطاولة. شوف الأطفال كيف متحمسين وكيف عيونهم تتفتح لما يشوفونه. يمكن تقولون ان هذا شيء طبيعي انه الاطفال يتحمسون لما يشوفون شخصية معينة، ومو شرط انهم يعبدونه، لكن لو ما تصدقوني اسمعوا من سبونج بوب نفسه. We worship a dancing peanut for corn's sake. We do not worship him. Patrick, you've been wearing the same goofy goober peanut party underpants for 3 years straight. What do you call that? برضو في واحدة من ألعاب سبونج بوب القديمة إذا لعبتها في نص اللعبة راح تاخذ ميدالية. الميدالية هذه مكتوب عليها In Goofy We Trust بدال جملة In God We Trust، وهي جملة إنجليزية أو مثل إنجليزي معروف. الطوائف برضو معروف عنهم أنهم يخترعون ويكتبون كتب خاصة بمعتقداتهم عشان التابعين لهالطائفة يقرؤونه، وجوفي جوبرز مسوين نفس الشيء بالضبط. في برنامج كرتون بسيط الجديد نشوف موظف جوفي جوبرز قاعد يقرأ كتاب حق جوفي جوبرز، والكتاب واضح ان عليه اشكال كثيرة من الايس كريم ومركز فيه وكأنه كتاب تابع للطائفة وكأنه شيء جدا مهم عنده. طبعا اكيد في موظفين كثير يسوونها، زي مثلا شفيق لما نشوفه قاعد في المطعم ويقرأ، لكن شفيق لما يقرأ ما يقرأ كتاب عن مقرمشات سلطة، يقرأ كتاب ثاني عشان يثقف نفسه. هذا قاعد يقرأ كتاب عن الايس كريم وهو موظف ايس كريم. واحدة من الاسباب الاساسية لنجاح اي طائفة هو الارباح والتبرعات واستغفال التابعين انهم يدفعون فلوس. وجوفي جوبرز اقنعت تابعيها انهم يبدلون فلوسهم الحقيقية لعملة خاصة بالطائفة ما منها اي فايدة. لكني سأعودك إذا تركتها. تحتاج أكثر من 5. العملة الرسمية للفولة السودانية. وهذا يفسر لنا كيف مؤسس جوفي جوبرز الغبي اللي كان يبيع الايس كريم على حجر وخشب قدر انه يحول محله لشركة ومؤسسة مليونية. اقنع الناس ان الفضائيين راح ياخذونهم لمكان احسن وخلاهم يدفعون له كل فلوسهم. الشغلة الثانية اللي الطوائف يستعملونها عشان يخلون الناس تنضم لهم هي عن طريق استدراجهم بالعاطفة الزايدة، ويمدحونهم ويحسسونهم بالأهمية، وهذا بالضبط اللي سووه جوفي جوبرز اللي بسيط لما توظف هناك. بالفيديو التعريفي يقولون انهم يقدرونه، يريدك أن تعرف أننا نقدرك. وبعدها مدير الفرع يقول له نفس الكلام بالضبط. أنا مديرك وأريدك أن تعرف أنني أقدرك هنا الآن. لدرجة انه حتى لما بسيط يخرب الدنيا ويكسر كل حاجة ويجيب العيد، المدير يقول له نفس الكلام بالضبط، يعني بأكثر طريقة فيها تقدير. If it doesn't work out, I'm afraid you're fired. ما في أي سبب يخلي المدير إنه يقدر بسيط بهالطريقة بعد كل الأعياد اللي جابها، كأنه قاعد يحاول إنه يتلاعب بعاطفة بسيط. وآخر طريقة هي استهداف الأطفال وضعفاء النفس، ونشوف الشيء هذا في برنامج بسيط الجديد لما كان ياكل من عندهم وهو صغير، وبعدها كبر صار يشتغل عندهم وحرفيا يعبد الإله حقهم. بل حتى الطفل الأخضر اللي كان معاه كبر وصار موظف في جوفي جوبرز. في نمط غريب قاعد يصير، الأطفال اللي يأكلون الآيس كريم فجأة ينضمون للطائفة، قاعدين يستهدفون الأطفال تحديدا عشان يسهل عليهم الموضوع، وتلاعبهم يتعدى حدود الأساليب النفسية المخيفة. الموضوع أعمق وأبعد بكثير. صدقني أن كل اللي قلناه ما يتقارن بالأشياء المرعبة اللي يسوونها هالطائفة لغسل أدمغة التابعين. النظرية راح تبدأ تصير مظلمة أكثر. في جزء من الفيلم نشوف فيه بسيط وسبونج بوب يروحون جوفي جوبرز وياكلون آيس كريم طول الليل لدرجة أنهم يسكرون منه، وهو مشهد مضحك، لكن ليش الايس كريم يخليهم فاقدين لهالدرجة؟ ممكن نقول انه في عالم سبونج بوب بشكل عام الايس كريم يسوي فيك كذا، او ممكن عشان كرتون موجه للاطفال فحبوا يسوون نكتة للكبار لكن الطفل ما يفهمها. لكن في لقطات ثانية نشوف فيها الشخصيات ياكلون اطنان من الايس كريم وما يصير فيهم شيء. ويمكن حطوا هاللقطة مرة واحدة بالفيلم وما لها دخل بجوفي جوبرز نفسه، لكن في حلقة اطلب الشرطة من الموسم ال11 نشوف المشهد هذا.
تريد المزيد من جوفي جوبر يا سيد بسيط؟ حرفيا اثبات ثاني يبين لنا ان ايس كريم جوفي جوبرز في شيء غريب ومذهب للعقل. هل من الممكن انهم حاطين شيء في الايس كريم يخلي الناس منفتحين اكثر لتقبل عادات الطائفة؟ معروف ان كثير من الطوائف الموجودة في عالمنا يستعملون الحبوب والممنوعات عشان يكون اسهل لهم التحكم بالتابعين، ومن اشهر الامثلة هذه هو تشارلز مانسون اللي كان يستعمل نوع معين من الممنوعات عشان يقنع اتباعه باعتقاداته المريضة. عشان كذا جوفي جوبرز يبون يتأكدون ان الكل ياكل اكبر قدر من الامكان من الايس كريم حقهم. بالنسبة لمبنى المحل فهو مصمم بطريقة جدا ذكية عشان يتأكدون ان كل هذا يصير. حرفيا المبنى حقهم كامل ما فيه اي دريشة او اي شباك عشان ما يخلونك تعرف اذا الوقت الحين ليل او نهار، والساعة حقتهم ارقامها مرتبة وعشوائية عشان يخلونك ضايع وما تكون حاسب نفسك وما تعرف الوقت. عشان كذا نشوف سبونج بوب يقعد ياكل ايس كريم لاخر الليل، واليوم اللي بعده ولأول مرة في حياته يتأخر عن وظيفته. الأرعب من كل هذا أن في حلقة الموظف الجديد نشوف أن الساعة قاعدة تراقب بسيط وين ما يروح بطريقة جدا مخيفة. طبعا إحنا نعرف من الفيلم أن الساعة المفروض تكون ثابتة وما تتحرك وقاعد طالع قدامها وبس، ولكن هنا قاعدين يراقبون بسيط وكل تحركاته وكأنه هدفهم الجديد اللي يبغون يضمونه للطائفة. ولو كان الآيس كريم هو الشيء الوحيد اللي يخليهم مطيعين للطائفة فأكيد لازم يضمنون أن موظفينهم يأكلون أكبر كمية ممكنة منه. والصدمة أن جوفي جوبرز عندهم قانون يسمح بالشيء هذا. واو، لا أصدق أن موظفي جوفي جوبر يمكنهم تناول ما يريدون من المثلجات. موظفين جوفي جوبرز يمكنهم تناول ما يريدون من المثلجات. بعدها يكملون وأنهم يقولون أنهم يأكلونه بكل أوقاتهم، الغداء، العشاء وطول الوقت. لكن القاعدة هي فقط في أول استراحة وللغداء وللاستراحة الثانية وللعشاء. وكأنهم مدمنين، وفوق كل هذا يحاولون يغرون بسيط ويستدرجونه بكلامهم. بس هل الآيس كريم يسبب الأشياء هذه بس ولا فيه إدمان بعد؟ في بداية حلقة الموظف الجديد نشوف بسيط واقف في اللاين ومعطل اللاين كامل عشان قاعد يجرب كل العينات اللي موجودة. أنت تذوقت كل العينات وكل النكهات، هل اخترت واحدة أرجوك؟ والموظف اللي قدامه تعصب وتكلم الأمن عشان يجون ويطردونه. الأمن؟ لدينا سارق للعينات عند الطاولة. لكن في شيء غريب ومألوف في الموظفة هذه مو أخت بسيط. في برنامج كرتون بسيط الجديد يعرفونا على عائلته ومن ضمنهم أختها الصغيرة اللي اسمها سكويدينا، وبعدها نشوفها بالحلقة هذه وهي كبيرة وتشتغل بالمحل. واللي يثبت لنا أن هذه هي نفسها سكويدينا هو الكريدتس أو أسماء الشخصيات اللي تطلع في نهاية كل حلقة. نشوف اسمها مكتوب، واللي تأدي صوتها هي نفس مؤدية الصوت حقتها اللي في برنامج بسيط. وغير كذا في حلقات برنامج كرتون بسيط نشوفها تاكل من آيس كريم جوفي جوبرز، واللي حالتها نفس حالة الطفل الأخضر اللي شفناه ياكل الآيس كريم وصار موظف عندهم لمن كبر وانضم للطائفة. والغريب في الموضوع إن في كرتون بسيط نشوف إنه هو وأخته علاقتهم جدا قوية وقريبين من بعض. أجل هذا الفتى. لكن هنا في الحلقة هذه يتصرفون وكأنهم ما يعرفون بعض. كلنا نعرف ان بسيط غبي ودائما مفهم، لكن اللي نعرفه ان سكويدينا جدا ذكية، ولكن هنا في الحلقة وكأنها نست بسيط تماما وكأنه مو اخوها. وواحدة من اكبر الاساليب اللي الطوائف يستعملونها على توابعهم هي انهم يعزلونهم عن اهاليهم واصحابهم عشان يخلونهم اضعف وصعب ان احد يأثر عليهم من برا الطائفة. وهذا بالضبط اللي قاعدين نشوفه مع سكويدينا، كأنها نست اهلها كلهم، واحتمال ان الايس كريم بعد قاعد يأثر على ذاكرتها. وتحسون ان صناع الكرتون قاصدين انهم يجيبونها عشان يدعمون النظرية. يعني بالكريدت الاخير للحلقة نشوف ان اسماء الموظفين الثانيين مكتوبة كامبلوي، ما عدا سكويدينا مكتوب اسمها سكويدينا، معناتها هي نفسها اخت بسيط. حرفيا ميزوها عن باقي الموظفين وكأنهم يبغون يثبتون لنا حاجة. وبآخر حلقة الموظف الجديد بسيط ينجن وياكل كل الايس كريم اللي موجود، والحلقة تنتهي بطريقة جدا غريبة. شوفوا، ما اعتقد انه بسيط من جد راح للفضائيين، لاننا نشوفه موجود في قاع الهامور بالحلقة اللي بعدها. وغير كذا ان الصحن الطائر فيه نفس الخيوط اللي موجودة في فيديو تعريف الموظفين بالضبط.
فالواضح انه بسبب كمية الايس كريم الهائلة اللي اكلها بسيط صار يؤمن تماما باعتقادات طائفة جوفي جوبرز، والشيء هذا خلاه يهلوس ويتخيل انه مات وان روحه تم انقاذها من قبل الفضائيين وانهم اخذوه للجنة. كذا أثبتنا فعلا أن جوفي جوبرز هي طائفة شيطانية موجودة في كرتون سبونج بوب، لكن لسه ما خلصنا لأن الموضوع راح يصير مظلم أكثر ب100 مرة. إيش علاقة وسر فيلم سبونج بوب الأول بهالطائفة؟ وإيش سالفة طائفة هيفنز جيت وتفاصيلها وكيف وليش صارت؟ We just sat there and gasped as each one of these members said their goodbyes. الطائفة اللي تسببت بمقتل أكثر من 30 شخص، راح نتكلم عنها وعن سبونج بوب أكثر في الجزء الثاني من سلسلة طائفة